متابعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذا اليوم. ومرة أخرى أعجب كل العجب من هؤلاء القوم الذين كل همهم هو إفساد العلاقة بين دولتين وبين شعبين، المغربي والموريتاني، فقط من أجل تلبية والوصول إلى أهداف أصبحت اليوم أهدافا مكشوفة للجميع، وحتى الغريب بات يعرفها. ونحن كما دأبنا على ذلك سنكشف كل هذه الألاعب وكل هذه الخطط، ويأخذون المعلومة ويحرفونها. كما تعلمون يا أخوة الكرام، هناك الآن مشكلة عادية جدا على الحدود، وهو أنه تم رفع رسوم الجمركية على الشاحنات القادمة من المملكة المغربية، خاصة شاحنات الخضر والتي تتوجه إلى السوق الموريتاني مرة أخرى. أريد أن أقول أن هذا المعبر كما تعلمون تمر منه جميع الشاحنات المتوجهة إلى كل إفريقيا، أو على الأقل دول الساحل التي نعلم. هذه الشاحنات غير معنية بهذه الرسوم، لأنها شاحنة تعبر فقط موريتانيا، وبالتالي هي غير معنية بهذه الرسوم. طيب، الشاحنات المعنية أريد أن أقول لكم، وهم يقولون أنها ردة فعل على ما وقع في الشمال الموريتاني، وأولئك المواطنين الموريتانيين رحمهم الله الذين فقدوا أرواحهم. أقول لهم بالحرف الواحد: أولا أن هذه الرسوم تم برمجتها في الميزانية الموريتانية قبل هذه الأحداث في إطار الجبايات لسنة 2024. ثانيا، ليست لأول مرة الموريتانيون عندهم كذلك محصول زراعي، ويحاولون أن يساعدوا ويحموا طبعا التجارة الداخلية، وهذا الأمر قد تقوم به بعض الدول. هل هي محقة أم لا؟ سنرى ذلك، وهذه يعتبر سياسة فقط. وأخيرا، هناك صور يتم تداولها أنه تم حق شاحنة أو شاحنات في معبر القرقارات، ويعني يقولون أنها طريقة مجهولة. وأنا أقول لهم مرة أخرى أني سأكشف الألاعب. الشاحنة المعنية والصور التي يتم تداولها والفيديو الذي يتم تداوله هو عبارة عن سيارة وشاحنة موريتانية، وفيها سائق موريتاني، والمكان الذي وقع فيه الحادث ليس في القرقارات بل في الكيلومتر 42 من الداخلة، يعني عند مدخل الداخلة، يعني على بعد تقريبا 365 كيلومتر من القرقارات. والحادثة طبيعية جدا، هو أن الموريتانيين كانوا يقيمون الشاي، ويبدو أنه تسربت بعض الغاز وأحرق تلك الحافلة. هذا هو الأمر. رأيتم؟ وأنا أقول الآن تذكروني بالآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ها نحن تبينا، وظهر أن أولئك الفساق، أقولها بالقرآن، يجب أن يتوبوا إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله.